ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى اسرع واسهل ساندوتش كريسبي. هنعمله في عيش عادي اللي بنجيبه من الفرن. حابين تعملوه هقول لكم اختيارات، يعني تعالوا معايا اقول لكم مقادير وصفتنا. معانا اول حاجه هنا عشان نتبل الفراخ دي شويه كده من ميه البصل، كانت عندي في الفريزر سايباهم كده يفكوا مع نفسهم، ودي عباره عن معلقتين لمعلقه دقيق مدوباهم في شويه ميه. ماشي تمام لحد كده. حطوا اللايكات واعملوا الشير واشتركوا لو لسه ما اشتركتوش. نقلب بقى الدقيق مع ميه البصل. بصوا انا دوبته شويه كده في ميه عشان ما يكتلش بس. وهنحط بيضايه واحده على كميه من نص كيلو فراخ بانيه متقطعه شرايح، غسلينها ومقطعينها شرايح بالطول كده عشان تنفع السندوتشات. ماشي. هنا كنت بفك البهارات، معانا هنا بهارات فراخ عشان كانت في الكيس يعني. واعذروني طبعا على التصوير، هنا معانا بابريكا حبات كده عشان، وشوية ملح عشان احنا مغيرين مكاننا ومستمرين في هذا المكان شويتين 3 كده، وشوية فلفل اسود كده. وجربوا سندوتش الكريسبي ده مش هتندموا، هينفعكم بقى في رحلات، في مصيف، عايزين تعملوا تغيير من الطبيخ في الحر ده، يعني ظبطوا نفسكم واعملوا كده سندوتشات اللذيذة الخطيرة دي. نقلب بقى كل هاكا وذاكا مع بعضه كده، تقليب 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 لغاية ما كله يندمج مع بعضه. حاطين بهارات فراخ وملح وفلفل وبابريكا، اي بهارات حابين تحطوا زعتر حطوا، روزماري حطوا، اي بهارات عندكم حطوها. هنا طبعا غاسلين الفراخ كويس وهنقلبها في قطعها شرايح كده بالطول ونقلبها في هذا الكلام. لو عندكم صدور فراخ مصحح يعني صحيحه كده كبيره، ممكن تبقى تقطعوها شرايح بالطول كده زي الستريبس. ده ما بين الستريبس والبانيه يعني خليط كده. جربوا مش هتندموا. هنا هنعمل جنب هذا الستريبس او الكريسبي ده اللي احنا عملنا ده، هننقعه شويه كده في التتبيله دي عقبال ما نقشر كام بطاطسايه كده هنقليهم لزوم السندوتشات. هنقشر كده كام بطاطسايه ونحمرهم في الزيت. انا بس ايه، انا عارفه طبعا كل الناس بتعرف تقشر بطاطس، بس بحب اوريكم كل مرحله انا عملتها. على فكره الفراخ دي طبعا ممكن تعملوه جنبها مكرونه، مش لازم تعملوها في سندوتش. ماشي يعني، او ممكن تعملوا جنبها رز اللي هو اللي بالكاري او بالخضار، يعني مش لازم التتبيله دي تنفع لاي فراخ، مش لازم سندوتشات بس، يعني تنفع ان احنا اي فراخ هتتقلي. ماشي. ممكن تسلقوا الفراخ بالعظم نص سلقه او تعملوها برضو بنفس ذات الطريقه. هنا خلاص قشرنا البطاطس. انا بعد ما بقشر البطاطس بقطعها وبعدين اغسلها. هنقطعها طبعا صوابع للتحمير عادي خالص، سمول بورز. شايفين ازاي؟ وزي ما بقول لكم معلش اعذروني في التصوير عشان معيش الحامل بتاعي ومغيره مكاني والاضاءه وكل ده، يعني مخليني اساسا مش عارفه اصور ولا بصور، يعني بصور لكم كل حين ومين كده فيديو برضه عشان ما تنسونيش يا اولاد. اوعوا تنسوني. حطوا بقى اللايك بقى، حطوا بقى اللايكات واعملوا الشراط. ولو انتوا اول مره تشوفوا القناه تحطوا صباعكم على كلمه اشتراك او سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله. ويلا اشتركوا لو لسه ما اشتركتوش، ما تكسلوش يا كسلانين. هنقطع كده بقى البطاطس زي ما انتوا شايفين بنفس ذات الطريقه. هنعمل بقى هنحطها شويه ميه ونجهزها. هنا ده معايا بقسماط او فيجيتار، ما اعرفش يعني هو بيقولوا عليه فيجيتار بس انا شايفاه بقسماط بالوزن ده. سبايسي على عادي، حاطه من ده على ده. وهنحط معاهم فيجيتار اللي هو الكياس اللي انتوا شايفينها دي. ماشي. حابين تحطوا بقى بقسماط عندكم انتوا طحنينه اي حاجه براحتكم، بس انا ده جايباه جاهز بالوزن. هنحط كيسين كده من الفيجيتار. لو مش حابين تحطوا فيجيتار وتعملوا الخلطه اللي انا هعملها كده برضو تمام، مفيش اي مشكله. ممكن كمان تجيبوا كورن فليكس وتطحنوه وتحطوه. يعني بصوا قدامكم حاجات كتيره ممكن تحطوها. لسه هنحط اضافات تانية غير البقسماط والفيجيتار. استنوا. معانا هنا معلقه كبيره من النشا عشان تخلي الفراخ بتاعتي كريسبي زي ما احنا قلنا. ممكن تزودوا شويه حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. وهنحط معلقه من الدقيق، شايفين ازاي؟
وحط بقى بهاراتنا. ماشي، حط نفس البهارات اللي حطيناها على الفراخ هنحطها. ده شوية ملح تقريبا، مش عارفة ايه دول، وفلفل، ايوه ملح وفلفل، وهنحط بابريكا، نحط شوية بابريكا كده، دي بابريكا مدخنة. ماشي، حابين تحطوا بابريكا عادية عادي خالص، طبعا كل واحد والبهارات اللي عنده، مش لازم تحطوا البهارات دي بالظبط يعني. حابين تزودوا وتنقصوا في حاجة بتحبوها تزودوها، ممكن تحطوا بصل بودر، توم بودر، بس انا ما كانش عندي، بس انا بحب احطه بيدي طعم لذيذ. حطوه برضو هيديكوا طعم حلو. تمام التمام التمام. هنقلب بقى كل الخلطة اللي احنا عملناها دي كويس جدا كده، وعشان النشا يندمج مع الدقيق مع البقسماط مع البهارات والفيجيتار وكله يبقى في التمام. شايفين ازاي تقليب كده ايه معتبر؟ ماشي، شايفين الجماليات بقى والحلويات. هناخد بقى دلوقتي الفراخ اللي احنا نقعناها في الخلطة اللي احنا شفناها قبل كده وندهنها في الكلام ده. انا في ناس طبعا بتحط بيض بس وتحط دقيق لوحده وتدهن في البيض وترجع تحط في الدقيق يعني تدهن في الدقيق وتحط في البيض وترجع تحط في البقسماط. انا بقى بعمل الخلطه اللي انتوا شفتوها دي، الدقيق على البيض على كله واسيب الفراخ منقوعه فيه شويه كده، وفي الاخر ادهن البقسماط اللي زي ما انتوا كده شايفين او الفيجيتار، واضغط عليه جامد والايد اللي بتحطوها يعني بصوا ده بايد وده بايد عشان ايدكم ما تتبصش وتتمرمط. يعني انا مثلا مسكت الفراخ بالايد دي، الايد التانية طلع بيها، وهكذا. ندهن بقى كده كويس ونضغط عليها عشان الطبقة بتاعتي تبقى متماسكة ما تنزلش من على الفراخ. وكلوا احلى سندوتشات كريسبي، ده احنا لسه هنعمل له كده صوص كده خطير خرافي، ينفع لبرجر ينفع لفراخ، صوص كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. ايوه كده، جربوا الطريقة بتاعتي الفظيعة ديت وادعولي ادعولي يا ولاد. هنا معرفش التصوير ايه اللي جراله، بس يعني المهم ان احنا هنتصرف بالامكانيات اللي موجودة عندنا. معانا هنا طاسة فيها زيت، وهننزل فيه اول حاجة البطاطس. بعتذر لهذه الرنة الفظيعة. نزلنا هنا كده كمية البطاطس. انا مش هقلي الفراخ كلها ولا البطاطس كلها عشان يعني ما كناش مثلا هناكل كلنا الوجبة دي كلنا مع بعض، فاللي كان عملت للي موجود للناس اللي موجودة على قد اللي موجود. وطبعا الاكل ده بيحب يتاكل سخن، او ممكن تعملوا كده وتعملوا سندوتشات وتجهزوها وتسخنوها في الميكرويف لو عندكم. هنا معانا طاسة تانية، بعتذر طبعا عن الاواني او المواعين لان احنا مش في بيتنا، فبنتصرف باللي موجود واللي عندنا. طبعا مش هنوقف زي ما انتوا عارفين. هننزل كده الفراخ في الزيت، ومش لازم يكون زيت غزير عشان الطبقة بتاعتي ما تنزلش من على الفراخ. ايوه تمام. هنسيب بقى كده الفراخ تاخد وتدي بشكل ودي لغايه بصوا بقى، بصوا الكشكشه والكرمشه والفعكشه عملت طبقه ولا ما عملتش؟ زي طبقه الستريبس بالظبط، ولا تقولوا ولا اسهل من هيك ولا اسهل من ذاك ولا ايه. هنقلب بقى طبعا كده الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين لغايه ما تاخد اللون الذهبي الخطير الفظيع ده اهو. بصوا اللون تحفه. ايوه كده، بس كده نطلع بقى على ورق مطبخ، عشان طبعا الاكله دي بتودي ورا السمس ولا ايه يا ولاد؟ قولوا ايه؟ والله يلا. انا مش بطلع دي ليه؟ مش عارفه انا رحت فين. اهي يلا طلعت. بصوا بقى لونها تحفه اهي. مش عارفه التصوير كان فيه ايه هنا، مش عارفه. هنيجي بقى هنا ونعمل الصوص الخطير اللي انا قلت لكم عليه. هنا ما عندي خيار مخلل مقطعه قطع كده صغيره، هنحط عليه مايونيز. ممكن بقى تزودوا حاجات تانية هقولها لكم بغير اللي انا حطيتها، بس انا حطيت اللي موجود عندي هنا مايونيز، وهنحط كاتشب. ايوه
واو، الصوص ده حكاية لوحده. بصوا انا ما كانش عندي باربيكيو صوص، فانا حطيت بابريكا مدخنة بداله. ماشي اهي. ممكن بقى تحطوا ماسترد، اي صوص بقى من الصوصات الجديدة الفظيعة اللي نازلة دي، صوص رانش، صوص اي بقى صوص، اي صوص بتحبوه حطوه. حابين تحطوا سبايسي عليه، صوص اللي هو السبايسي عشان يبقى طعمه حامي وحلو، حطوه برضو. قلب بقى تقريبا كده معتبرة، ونبدأ بقى. بصوا في حشو السندوتشات، انا كنت عايزة احط السندوتشات دي في عيش تورتيلا. قوم بقى ايه يا ولاد، ما لقيتش في السوبر ماركت. طب هعمل ايه وانا خلاص عاملة حسابي؟ جبت العيش اللي بنجيبه من الفرن عادي وحطيته وحطيت فيه السندوتشات، وطلعت ولا احلى ولا اسهل ومفيش اي اختلاف. ممكن تعملوا بقى كده وتحطوا جبنة وتدخلوه الميكروويف، تحطوه في طاسة او جريل، يعني اختيارات بقى دي، انا بقول لكم مجرد ايه اقتراحات. هنحط كده البطاطس بتاعتنا، ايوه، ونحط بقى ايه الدجاج. بصوا شكله ولونه تحفة، وطعم بقى واو واو. بس هنحط بقى شوية كاتشب كده على الوش. طبعا حابين تحطوا من الصوص ده تاني على الوش اي صوص، حابين تحطوا مايونيز، دي بقى ايه اضافات واختيارات مش اساسيات. وهنتني كده الحرف ولا اسهل، ونديها البرمط. بصوا 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 الجمال والشكل، بصوا. ونديها بقى البرمط تمام كده، ايوه. بس اوعوا بقى، اوعى وشك بقى من السندوتش الصاروخ الجامد. تمام، احنا كده خلصنا وصفتنا البسيطة. جربوها، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، واوعوا تنسوا اللايكات والشيرات. واحنا كده خلصنا، واقول لكم سلام.